أنا من فترة نقلت في شقة جديدة أجرها ليا أبويا علشان كنت متطلقة، وقال لي تبقي بعيدة عن مراتات اخواتك علشان ما يبهدلوش فيكي وتبقي قاعدة بعيالك مرتاحة. المهم أبويا قال لي اقعدي فيها يا بنتي لحد ما ربنا يأذن وتاخدي عفشك وتفرشي بيتك، واداني شوية حاجات من عنده من بيته زي مرتبة على كرسيين، واداني فلوس امشي بيها حالي. وكان والدي على قد حاله بس كان بيحاول يساعد باللي يقدر عليه. ما خبيش عليكم، انا جريت كتير على المحاكم علشان اتطلق واخد عفشي، اتطلق رسمي واخلص وارتاح. لكن كان طليقي بيعقد الدنيا، وكان بيقوم كذا محامي علشان ماخدش حاجتي، وانا ما عنديش فلوس علشان اجري على المحاكم، والمحاكم حبالها طويلة زي ما انتوا عارفين. زهقت وتعبت وسبته وقلت منه لله. المهم انا ليا جارة في الشقة اللي قصادي، ست من سن امي، جت زارتني وبقيت محروجة من منظر البيت. قدمت لها شاي وقعدت على الارض وشدتني قعدت جنبها، رحبت بيها وكنت مبسوطة قوي انها حتى معلقتش على حاجة، ولا قالت حتى انتي ليه شقتك فاضية علشان ما تحرجنيش. من هنا لهنا قربنا وبقينا صحاب، وعرفت كل ظروفي اني متطلقة ومتبهدلة وزي قصص كتير في الدنيا. وفي يوم من الايام لقيتها بتخبط عليا وبتقولي افتحي الباب، افتحي يا بنت الباب على وسعه. ولقيتها داخلة عليا بركنة مستعملة بس هي جددتها، وراحت لكل الجيران واخدت منهم فلوس وجابولي اوضة نوم مستعملة بس حاجة كده نضيفة زي الركنة برضو، وجابت لي تلفزيون من عندها ومطبخ واطباق، وخلتني مش ناقصني اي حاجة خالص. وقالت لي انا مش هجيبلك اوضة اطفال علشان تاخدي ولادك في حضنك وما تفرقهمش ابدا، حتى وانتي في اوضة نومك مش هيبقى امهم مش هيبقى ابوهم وانتي كمان. والمفاجأة ان اخوها كمان محامي شاطر، وقف جنبي لحد ما جابلي كل حقوقي، عفشي وكل حاجتي اخدتها، وكمان جابلي فلوس نفقة، جابلي فلوس كويسة. وبعت كل العفش اللي انا مش محتاجاه، كل الزيادة بعتها واخدت بس اللي انا محتاجاه، وبقى معايا مبلغ رحت جبتلها بيه محبس ذهب واديتهولها هدية ولبستهولها وبوست ايديها وشكرتها على كل اللي عملته معايا. وده ما يجيش حاجة جنب اللي هي عملته وجنب وقفتها جنبي والله. كل اللي انا طالباه منكم انكم تدعولها ربنا يشفيها، لانها تعبانة قوي، ادعولها كتير وربنا يسترها زي ما هي استطرتني انا وولادي. انا مخبيش عليكم لو جرالها حاجة انا ممكن يجرالي حاجة. الست دي عوضتني غياب امي وعوضتني حرماني من امي، ادعولها كتير ربنا يشفيها. ربنا يا رب يشفيها لك وتقوم بألف سلامة. ودي كانت حكايتنا النهاردة، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة، واستنوني في فيديو جديد.